السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خياتي في ثاني روتين ليا، روتين سارة الصنامية. مع كلمة الصنام خياتي، هذا الصنام كانت تسمى بكري شلف، مدينة شلف اللي هي ولاية من ولايات 58 ولاية تاع الجزائر كاملة. ولاية شلف كانوا يسموها بكري الصنام. هنا الروتين تاعي تاع نهار اليوم بعد ما وليت الخدمة، وليت لكوزينتي كأم جزائرية، كأم أي عاملة جزائرية ترجع لبيتها ودارها ولولادها، وما كري تكوني عيانة وتعبانة من التعب كامل تاع الخدمة تاع لا جورني كاملة، ترجعي للدار يليق تصيبي فيها يا فطوري قارع، يا قهوة قارع، يا عجيني قارع، يا أي حاجة قارع. هنا حطيتكم الخدمة تاعي تاع نهار اليوم. هنا صورت بيدي، يد تخدم ويد تصور. لا بروشين فوا ان شاء الله نصور لكم بالسيبور، معناتها نكون لازم نقدر نخدم ونشرح لكم في نفس الوقت. هنا على قررت ندير نوع من الروتينات هذه. كاين بزاف امهات ولا خواتاتنا ولا اللي قاعدين في الدار ولا ما كما راكم تعرفوا كامل نتفرجوا الطياب ومام طون نبغوا نشوفوا نصائح متعلقه بشعورتنا ولا بوجوهنا ولا باي حاجه فينا. هنا نتفرجوا الروتينات ومام طون ندو نصايح متعلقه بالاكوافير. هنا اختكم عندكم حلاقه معكم وتموت وتعشق الروتينات تاع الدار وتاع طياب، وكما راكم تشوفوا كامل القناه تاعي تدخلوا وتشوفوها. هنا قررت اني نخدم لكم نوع من هذه الروتينات خياتي، قلت لكم نديرها كصدقه جاريه. معناتها اي وحده تحتاج نصيحه ولا تحتاج ميلونج ولا تحتاج صبغه ولا تحتاج اي نصيحه متعلقه بالشعر تاعها ولا البشره تاعها، معليها الا تطرح لي في لي كومونتير، تبعث لي وما ان شاء الله ما نبخل على حتى وحده. هنا قلت لكم كملت الخدمه تاعي هذيك تاع نهار اليوم. انا في الخدمه تاعي خواتاتي من كما تقولوا انا مانيش خدامه عند الدوله، معناتها وكمربيه وكأم نسيي دائما ما نفرسيش على روحي في خدمتي، معناتها دائما نسيي ندير كيما الميزان، معناتها نعطي حق للدار وحق لولادي وحق لخدمتي. معناتها نعطي كل واحده نعطي لهم دي بورسونتاج يكونوا بريسك متقاربين، لكن الاولويه الكبيره هي لولادي. هنا ما نقدرش عييت كيفاه ننظم وقتي خياتي انا كامل، خاصه العاملات لما يتفرجوا مع فيا في هذا الفيديو تعيي ما تنظمي في الوقت تاعك وغير تخلي وقت لولادك، لكن خطرات تفشلي وتحسي روحك راكي ما قدرتيش. هنا بالنسبه لي انا ليا الله يعين كل وحده خدامه عند الدوله، هذه اول حاجه نقولها. وانا كي راني خدامه عند روحي معناتها المحل تاعي، سييت اني ما نعطيش اولويه كبيره لخدمتي مادام ولادي مازالوا صغار. هذه النتيجه اللي استنتجتها ويخسروا بعد 14 ولا 15 سنه تاع خدمه. قررت قلت لكم اني نعطي الاولويه الكبيره لولادي، والخدمه نخدم قد جهدي ونسي ما نخسرش لي كليونط تاعي، خاصه لي كليونط تاعي القراب بزاف اللي عندهم ديزاني نتعامل معهم. كما قلت لكم خياتي هذه هي. هنا كي رجعت للدار راني مع المشوط. هنا كما راكم تشوفوا انا درتو في البيتخام، ما عجنتوش بيدي. كما ترجعوا للدار ترجعوا عيانين، ترجعوا اي حاجه تخليها تعاونكم انك تكلي عليها تكون مزيه والرحمه تاع ربي سبحانه. هنايا بلا ما تعبتش الصراحه، درتها في البيتخان خليتها تعجن شويه، وهذه هي النتيجه. البيتخان راح يسهل بزاف ان شاء الله، يهون على كل وحده ماكثه في البيت ولا عامله انها ديرو بات تريح من هذاك التعب تاع 10 دقائق ولا انت تدلكي فيه، ما راه يندلك وانت كي ديري حاجه اخرى. هنا هذه لاباط تاعي كيف كانت، خليتها شويه جاريه تاع المشوط. ما الا درتو مطلوع نخليها دائما خفيفه كما راكم شايفين، هذا هو القوام تاعها، ونخليها تخمر ونعاود نهبطها ونخليها تخمر نعاود نهبطها ونقرصها ونطيبها وبصحه والهنا. هنا خياتي كما قلت لكم نرجعوا للموضوع تاعنا تاع لاكوافير. انا اي وحده تحتاج مساعده تبعث لي عادي، وان شاء الله تكون كما قلت لكم صدقه جاريه ليا. كما يقول لك الله يجعلني غابه والناس حطابه ان شاء الله. قد ما نسيو في حياتنا الحاجه اللي نكونوا نعرفوها بزاف ونكونوا في ذاك الدومين معناتها قرينا عليه ولا عندنا خبره فيه بزاف، نسيو نخدموه كصدقه جاريه، نخلوها كنصيحه للناس اللي قادر وحده ما تعرفش، قادر وحده خلطت في شعرها، قادر وحده عروسه ما خلوهاش توقع في ذاك المشكل، ننصحوها قبل ما توقع فيه، لانه بزاف راه كوارث يصرى والله المستعان في هذا الدومين. وننصح
ننصح اي وحده قاعده في الدار ما تقعديش في الدار. كاين يوتيوب يعلم، وكاين بزاف تكوينات راهم برا يكونوا الشابات والشبان هذو. معناتها ديري حرفه في يدك، ديري ميتي في يدك ينفعك في الدنيا. ما قريتيش راه كاين لي ميتي. اي حاجه شوفي الميول تاعك ولماه تميلي، اي حاجه تميلي ليها تصيبي الميول تاعك اللي راها اكثر، روحي سي زيدي قراي فيها، زيدي تمعني فيها، زيدي معناتها خدمي ما تخليش يدك مكتفين وتقرعي. رحمه ربي تنزل كما يقول لك ربي سبحانه يا عبدي سعى وانا نرزقك. انت سعاي والرزق سبحانه على ربي تعالى. ما ديريش كامل عليها، ما تقوليش كلمه ما عنديش زهر. سقطوا ديك الكلمه، هذه الكلمه ما دامك بصحتك وما دامك بالعقل تاعك ربي سبحانه عطانا عقل نخمو به، روحي سعاي شقاي تعبي تمرمدي، ديري حرفه في يدك، ديري حرفه في يدك تاكلي منها خبز. ان هذا الوقت صعيب بزاف واحد ما يمدلك وواحد ما يشوف فيك. هذا هو الخبز تاعنا خياتي نهار اليوم. شوفي كيف خرج مفشفش وطري هايل وخفيف. هنا في هذا النهار درت لهم ينسوب تاع عدس، لاصوب تاع عدس الاحمر. هنا ما كما تعرفوا مع هذا البرد والثلج درت لهم لاصوب تاع العدس الاحمر بالدجاج بطريقه بزاف هايله. بالك لا بروشون ان شاء الله نحط لكم الوصفه تاعها. ودرت لهم هذا المشوط. وكي جيت العشيه درت لهم حبيبات مادلان. وحبيبات تاع المادلان هذوك اللي شفتوهم درتهم في ما كانش عندي لي كيسات ما نطيبهم. هنا هذو الليمون الصغار هذو كانوا عندي من زياده تاع بنتي وقال عندهم 4 سنين 6 في القجر. يلا درت لهم شويه زيت، شويه نفط فيهم شويه فرينه. وكان عندي الطبسي تاع جارتي بحثت لي فيها ربي يكثر خيرها خفاره هنايا. صدتها اوكازيون قلت نبعث لها في حبيبات مادلان هكاك سخونين يستقهوا بهم. كانت 3:30 نتاع العشيه هذاك وين من يأذن العصر، معناتها الناس ينوضوا بيحوسوا حاجه يستقهوا بها. بعثت لها الطبسي تاعها ومامتهم بعثت لها سخون والداخل معمر درته بالشيكولا تاع الطلي باوبتيلا. جاو بزاف هايلين كي جاو ولادي يشربوا بهم القهوه العشيه. كما قلت لكم الاولويه تاعي الكبيره لولادي، والله فرحه كبيره كي ندخل قبلهم للدار ونوجد لهم هكا حاجه كي يجوا يستقهوا ولا حاجه، ونحسن اي عون اي عامله مسكينه تحلم ولا تتمنى معناتها هي في الخدمه ولا في حاجه خاصه اللي تخدم عند الدوله مسكينه. كما قلت لكم تمنى انها هكا في برد ولا في سخانه ولا كي تستقبل هي اولادها ولا طيب لهم حاجه سخونه، ولا ربي يكون في عون اي وحده تخدم عند الدوله. كما قلت لكم هنا كملت الحبه تاع المادلان. شوفوا كيف جاو بزاف خفاف وهشاش، والله جاو هايلين. ما معاود غسلتهم وعاود دسيتهم. هذوك يقول لك ما طيبوش في الالومنيوم هذا وما على باليش. احنا الصحه تاعنا راهي متدهوره من كامل الجوانب، معناتها ماشي غير على جال هذا الاخر. هي صح يليق نستحفظوا عليها، مي لا غالب خطرات كي طيحي اون بان ولا طيحي يليق تدبري على روحك وتدبري على هذيك الحاجه. معناتها ما تقعديش واقفه على هذيك الحاجه، الا ما كانتش كاينه ما ديريهاش. والله المستعان. هنايا هذا هو المادلان تاعي خياتي كيف خرج، ونوريكم النتيجه تاع ليماج تاع النهار اليوم اللي خدمتهم كيف خرجوا دايرين. هي المراه هنا بغاتهم شارجي، بغاتهم مايلين للغري. هذا هو الاختيار تاعها. جوها بزاف هايلين بصحتها وبصحه لا كليونت تاعي. والعقوبه ان شاء الله الروتين اخر. والسلام عليكم.